فلنفترض ان انت وزميلك تم القبض عليكم لسبب لا يعلمه الا الله. اتخذتوا مع الاسم انتوا الاثنين، وكل واحد قعدوه في اوضه لوحده عشان ما يحصلش اي كوميونيكيشن. وجه محقق الشرطه يعرض عليك العرض التالي: لو انت وزميلك محدش اعترف فيكم، كل واحد هياخد 2 سجن. لو انت اعترفت وزميلك لا، هتاخد انت 1 واحدة بس وزميلك ياخد 10 سنين. لو زميلك اعترف وانت لا، هو ياخد 1 وانت تاخد 10 سنين. لو انتوا الاثنين بقى اعترفتوا، انتوا الاثنين تاخدوا 3 سنين. موقف صعب جدا، ربنا ما يحكم على حد. المفروض ان الخيار اللي هيحقق اعلى فايدة ليك هو ان انت تعترف وتبيع زميلك عادي وتاخد 1 واحدة، وان شاء الله هو ما اعترفش ويلبس ال10 سنين وتاخد انت 1 الواحدة. مش مشكلة، يستاهل، خلاص هتقدر ترضي ضميرك بعد كده، مش مشكلة، صاحب واحد غيره. بس لو لاحظت حاجة، الخيار اللي هيحقق اعلى قيمه للمجتمع ككل، على افتراض ان انت وهو مجتمع مصغر كده، هو ان ما حدش فيكم يعترف وانتوا الاثنين تاخدوا 2 سجن بتوتال 4 سنين.